السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بينا النهاردة بقى نكمل كده وصلات الدلع بتاعتنا ونعمل النهاردة كده ماك اند تشيز الغلابة. ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده نعمل ماك اند تشيز سهلة وبسيطة، وزي ما بقول لكم الغلابة. بصوا الجبنة بتمط ازاي، ما اقولكوش بقى، مكونات موجودة في كل بيت وخطيرة، لازم تجربوها. الاول هسلق المكرونه بتاعتي، اي نوع مكرونه تحبي تسلقيه. شويه سمنه طبعا، بعد كده احط شويه الدقيق. اول ما يحمر اقوم نازله عليهم باللبن، وطبعا اضرب كويس جدا عشان ما يتكتلش. زي ما انتم شايفين كده، اول ما الاقيه ان هو خلاص هيبدا يتقل معايا، انزل بقى بشويه التوابل بتاعتي، شويه ماجي وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وشويه فلفل اسود وشويه ملح، اقلبه كويس جدا عشان ما يتكتلش معايا. اضيف بقى كبشه كده جبنه موتزاريلا بشيدر. كتري جبنه زي ما انت عايزه لحد كده ما لونها يصفر معاكي كويس جدا، توصلي للون والقوام المظبوط. انا بس كنت خايفه تتكتل مني، وهو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. تكون المكرونه بتاعتي اتسلقت، احط بقى المكرونه على الصوص اللي انا عملته ده، واقوم مقلباها وخلطهم في بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى تجيبي البايركس بتاعك، تحطي الاول طبقه مكرونه، شويه موتزاريلا كده وشيدر ميكس جبن، وطبقه تاني، وبعد كده تخلصي المكرونه كلها، ونقوم حاطين من فوق تاني طبقه ميكس شيدر وموتزاريلا، كل الجبن اللي عندك حطيها. بعد كده بقى هندخلها شويه الفرن، وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه. بجد يا جماعه طعمها خطير. بصوا اصلا عامله ازاي، هي اتلسعت مني سنه بس انتوا حاولوا تطلعوها بدري شويه. انا عايزه اقول لكم انها بجد خطيره، وما اقولكوش طعمها كان عامل ازاي. بصوا الجبنه بتمط ازاي، لا بجد تحفه. الف هنا وشفا، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. يا خرابي على الجمال والحلاوه.